لو جربتي الصينية دي بالطريقة دي هتبطلي تعمليها بأي طريقة تانية. سر التسوية المظبوطة والتتبيلة الخطيرة اللي تديكم صينية بطاطس باللحمة وهمية مفيش زيها ولا هيبقى في زيها مرة تانية. مع شوية رز أبيض بقى كده حلوين هتعملوهم هتقدموها هتطلع معاكم بالدوب، هتشرفكم في أي عزومة، هتبقى معاكم حلوة أوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول هاتوا قطعية اللحمة اللي تحبوها، قطعوها شرايح كده تكون رفيعة أقرب لشرايح البفتيك شوية. التقطيعة دي أنا بفضلها لأن بتساعدنا على التسوية وبتبقى خفيفة كده شوية. فوق بقى حطيت حتة من السمنة البلدي وشوية من الزيت، وهما لسه باردين، أنا مش عايزاهم يسخنوا ولا أي حاجة، يا دوب بس كده السمنة بتاعتي هتسيح هنزل بقطع اللحمة واقلبها على الجنبين على نار عالية. أول ما تبدأ تاخد لون همكس التوابل بتاعتي وهحط تلتين الكمية، يعني هسيب لكم التوابل دي مكتوبة تحت في أول تعليق. حطيت تلتين التوابل، اديت اللحمة تقليبة كده لما ريحة التوابل بتاعتي طلعت، ونزلت عليها ب3 بصلات كبار متقطعين. طيب سبتها بقى كده على النار لحد ما البصل يتكرمل، وابدأ كده انزل بجزرتين كبار متقطعين، نص قرن فلفل احمر ونص اصفر وفلفلة كبيرة خضرة و4 طماطمات. طيب نزلت بقى بتلت كمية التوابل ودعكت البطاطس بتاعتي كويس قوي بالتوابل دي. ده تاني سر او تالت سر عدوه بقى علشان تطلع معاكم صينية بطاطس كده خطيرة ومفيش في لذاذتها. بعد ما اللحمة بتاعتي بقى اتكرملت مع البصل، خدت نص كمية البصل دي وخلطتها مع الخضار بقى اللي في الصينية بتاعتنا كده علشان ريحتهم كلها تطلع مع بعض وطعم البصل المكرمل ينزل جوه البطاطس. طيب بعد ما خلطتهم بقى كويس قوي بدأت ان انا اوزع قطع اللحمة بتاعتي كده على الوش. وفي الوقت ده انا بكون مشغله الفرن علشان يسخن، يعني علشان اللحمه متنشفش معاكم ما تدخلوهاش على فرن بارد وتستنوا لما يسخن، لا خلوها تدخل على فرن ساخن. هنبدأ بقى نغطيها كده بالفويل بعد ما حطيت لها قرن شطه كده علشان تبقى سبايسي شويه ويديها ريحه حلوه. هتطلع من الفرن بعد نص ساعة، هتطلع معاكم بالجمال ده كله وهتبقى حلوة قوي. ممكن تاخد معاكم من نص ساعة لساعة الا ربع على حسب الفرن بتاعكم. هتطلع اللهم بارك دايبة كده وحلوة قوي وبتتقطع بسهولة، والبطاطس حرفيا بتدوب. عايزة اقول لكم بقى ميكس التوابل مع ريحتها مع الطريقة اللي سوينا بيها مع الفرن مع كرملة البصل مطلعة حاجة كده عظمة خطيرة. استنى بقى دعمكم علشان بيفرق كتير، وهستنى تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو، حلوين كومنتات لطيفة زيكم، جربوا الوصفة، اتمنى تقولوا رأيكم، ولايك وشير كتير للفيديو. صحة وهنا.